بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. طبعا بالنسبة لمشروع العجول الرضيعة، ده مشروع وارد إنه يكسب وارد إنه يخسر زي أي مشروع في الدنيا كلها. وأنا طبعا الفيديو ده برضو بعمله بناء على طلب الأصدقاء والزملاء، يعني إزاي تحضر لبن عشان ترضع بيه العجول الصغيرة. طبعا دي شكارة لبن فرنساوي اللي هي متوفرة حاليا في السوق، والناس بتشكر فيها اللي هي الشكارة ديت. في ناس بتجيبها ب 2700، في ناس بتجيب 2500، في سمعت في المنيا هنا ان هي ب 2450 تقريبا. دي شكارة اللبن زي ما قلنا، الكيلو بيعمل من كيلو لبن ل 8 كيلو. يعني الكيلو لبن بودرة بيعمل 8 كيلو لبن سائل. بتحله على 8 لتر ميه. عاير الميه في ازاز كده، اللتر بتاع البيبسي ديت، وعاير الميه وحط البودرة عليها. بس اغلي الميه كويس، ولو كانت ميه مفلتر يبقى كويس، مش مفلتر يبقى لازم تغليها غاليه كويس. وتسيبها تدفى كده، تبقى درجه حرارتها 38 ونص 39، اللي هو يعادل اللبن اللي بينزل من ضره البقره المؤاخذه، يعني بيبقى حرارته دافيه شويه. فاحنا زي ما انتم شايفين كده، نجيب معون كويس، معون نظيف، حاجة كده مش هقول لك معقمة، المفروض يعني ان حاجة تبقى معقمة وكده، حاجات بالنسبة للمزارع الكبيرة يعني. لكن انا اتكلم اللي عنده 2 3 4 5 10، ممكن يجيب المية يغليها ويخليها تبرد، تاخد درجة حرارة 38 كده، ويدوب فيها اللبن البودرة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. طبعا هو حاطط 2 لتر بس، بيحط عليهم حوالي 300 جرام او 250 جرام لبن بودرة. وبتحرك كويس جدا عشان خاطر ما يحصلش، ما يكلكعش. طبعا لو انت دوبت اللبن في الميه البارده او ميه الساقعه، طبعا بيحصل فيه كلاكيع كده وبتجمع على بعضيهم، بيبوظ منك اللبن. لازم تكون الميه دافيه حراره 38، بما ان هي تناسب كمان ان العجل يشرب لبن دافي كانه بيرضع من الام مباشره. فلازم تجلب كويس، لازم يحصل تجليب كويس وتحريك كويس، بحيث ان اي كلاكيع تبان تدوب في الميه، ما يحصلش فيها اي مشكله بالنسبه للعجول وهي بترضع يعني. فدي مثلا زي ما احنا بنشوف كده، تدوب البودرة. قلنا الكيلو بودرة بيعمل لك 8 لتر لحد 10 لتر كمان. في ناس بتعمله على 10 لتر لو انت عندك ضغط وما عندكش كمية لبن بودرة كفاية. لكن هو من 1 ل8، القاعدة بتقول لك من لتر ل8 لتر. الكيلو بيعمل لك 8 لتر لبن سائل. كيلو اللبن بودرة يعمل لك 8 لتر لبن سائل. طبعا تغسل البزازة كويس برضو، والطهارة تغسلها بمية وصابون، والطهارة بأي مطهرات تكون ملهاش ضرر على الحيوان. وتبدأ انك انت تفضي اللبن في البزازات وتبدأ ترضع بيه. طبعا موضوع الاسهالات زي ما قلت قبل كده، الاسهال مش الشطارة انك انت توقف الاسهال، لا، سيب الحيوان يسهل وانت عوضه بقى بمحلول معالج جفاف او دواء شرب او دواء حقن، سواء كنت في حاجه اسمها هيليكيور، بس طبعا ده مستورد وللاسف حاليا مش موجود. ودواء تاني برضو سلفة، تركيبه سلفة مع بعض كده، كذا نوع سلفة بيمنع الاسهال. وتشتغل بمحلول معالج الجفاف اللي هي البواكي دي، تحط 4 بواكي في 250 سم ميه، اللي هي ازاز كاكولا اللي هي الصاروخ ديت، واسقيه 3 مرات في اليوم، بيعوض الاسهال. انت اهم حاجه انت عوض العجل عن الميه اللي فقدها من جسمه. مش مهم انك انت توقف الاسهال مره واحده، لا، عوض العجل عن الاسهال اللي حصل الاول. بعد كده سيب الاسهال ده، لان الاسهال ده ميكروب كتير، خليه يطلع. لما يطلع من بطنه بيرتاح، بيريح العجل، مش هيضره. ما تخافش، ما تخافش من الاسهال، بس انت عوض الاسهالات ديت بسرعه بمحلول معالج الجفاف. ممكن تعلق وريد محلول معالج الجفاف لو حصل معاك، طبيعي لازم يحصل، وارد انه يحصل. طبعا هو ده بيسقي كمون وليمون مغلي، بيغلي الكمون مع الليمون وبيسقي العجول كلها برضو. مهما كان بيعمل بيعمل فيها حاجه اسمها التانيك اسيد او ماده استرينجنت، بتمنع الاسهال او بتوقف الاسهال او بتخف حده الاسهال في العجول. لما تسقيهم ليمون مع كمون، في ماده حمضيه كده بتساعد في ان هي تخفف من حده الميكروب شويه، او تقتل بعض منه، مش هقول بتقتل الميكروب كله. بالنسبة في أخ من المنصورة اسمه الحاج محمد، ربنا يخلف عليه طبعا، أخد عجلين من مش من مزرعة، أخدهم من تاجر. طبعا أنا عرفت الموضوع ده بعدين طبعا، يعني بعد أنا ما أعرفوش إنه راح ولا خده، اللي عرفته بعد كده إنه راح واختار بنفسه، وراح وشافهم كانوا بيرضعوا مية مية. فإن كان بيردو عنده ما اهتمش بيهم، مالهش خبرة في الموضوع ده، بس هو قال لي إن أنا عندي خبرة في العجول وعندي قبل كده جبت. لكن حصل عندهم جفاف وبركوا للأسف.
حاولت ان انا اتواصل معاه عشان خاطر يدي حقن كذا، قال لك انا عطيته ما معيش فلوس اعالج، وتعبت معاهم. يا عم حاول، علق وريد، علق ادي حقن. قال لك ايه؟ العجول تعبانه. فزي ما قلت انا كمسؤول على القناه يا اخوانا، انا بعرض لكم مشاريع، اللي عايز يدخل فيها يبقى حاطط في دماغه ان في مكسب وخساره. مش لازم هتكسب، مش لازم الكل هيكسب، اكيد في حد هيلم فلوسه، بس اكيد حد هيكسب ويضرب مع المشروع زي اي مشروع في الدنيا. فانا مش ذنبي ان انا بقول لك في حاجات عايز تخش تدخل فيها وتشتغل ادخل، مش عايز تدخل ما تدخلش. ما بجبركش انك انت تاخد من حد معين، ولا انا بستفيد لا من ده ولا من ده. انا خدمه لوجه الله تعالى. واي حد بيبعت لي على الواتس عايز علاج كذا كذا كذا، اقسم بالله بكتب العلاج اللي انا بديه بنفسي، ما بخبي معلومه على اي حد، وربك شاهد على الكلام ده. فالمشاريع دي وارد مكسب وارد خساره. ممكن يكون ولاد البهائم بتاعتك في البيت ويحصل لهم كده، وارد الحيوان بتاعك يبقى عشر ويولد وتاني يوم يموت. الحاجات دي مش واردة ولا ايه؟ فانا بعرض لك الحاجة، انت خدت ونجح المشروع معاك، الله يبارك لك. فشل المشروع معاك فما تلومش علينا، انا مش ذنبي. انت بتلوم علي انا ليه؟ انا مش ذنبي ان الحاجة بتاعتك دي فشلت معاك. واتمنى الناس كلها تنجح، وهو ربنا اللي يعلم بالنوايا، ربك وحده بس اللي يعلم بالنوايا. انا اتمنى الناس كلها تبقى مبسوطة والامور تنجح معاها وتكسب يعني. فيا ريت يا اخوانا، زي ما قلت لكم، انا الحمد لله انا في ناس ما عندهاش خبره خالص صدق يعني. اول مره تنزل اقول وجابت ب 12، عندها 12 بسم الله ما شاء الله لحد النهارده ما شاء الله، ما فيش حتى سهل، ما حصلش سهل عندهم، وجابوه عمر يوم. فانت خايف من عمر يوم؟ اشتغل يا باشا في عمر 6 ايام، اشتغل في عمر 10 ايام، هات عمر شهرين. لو انت عاجباك السلاله دي ونفسك تربي من السلاله دي، خلاص بلاش الاعمار اللي هي ايه المرحله الخطره. وانا قلت لكم من زمان دي اعمار مخاطره، فيها مخاطره. ويمكن الفيديو اللي فات ده بتاع ايمن قال لك دي فيها مخاطره. طبعا لازم تكون حاطط في دماغك القصه دي. يبقى انت لازم تخلي بالك كويس وتراعي مالك كويس. وانا مش متاخر عن اي حد، اي استشاره انا تحت امركم. اي حد عايز يعالج حاجه ابعت لي على الواتس، بس بقول له صورها لي ليه؟ بس عشان اعرف الجرعه ايه، عشان اعرف احدد لك العلاج اللي هتاخده قد ايه بالظبط. بقول للصديق او الصاحب في القناه صور لي الحيوان وابعته لي عشان اعرف احدد لك الجرعه بالظبط. فيا رب يبارك للناس كلها يعني، واتمنى الخير للناس، وربك وحده العالم. انا بقول لكم ايه، ان شاء الله ربنا يبارك لكم واتمنى ان شاء الله ان انا اقدم لكم معلومة. ويا ريت ما حدش يكون زعلان مني، انا والله نيتي خير وعايز اساعد الناس بقدر الامكان. واتمنى الخير للكل يعني. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.